الرز بلبن في الفرن احلى واجمل طواجن رز بلبن ممكن تعمليها في البيت، بدون نشا، بدون كريم شانتيه، بدون اي اضافات. هيطلع معاكي بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل طرق الرز بلبن، هنعمله بالظبط زي المحلات واحلى كمان، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ويلا نشوف الطريقة مع بعض. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وسبسكرايب، ويلا نشوف الطريقة بتاعتنا. من اسرار الرز بلبن ان احنا بنجيب الكمية بتاعة الرز ومش بنغسلها. يعني ايه؟ يعني بنجيب كوباية من الرز من غير ما نغسلها، وهنفضيها في الحلة بتاعتنا، وبعدين هنضيف عليها 3 كوبايات من المية. الرز بتاعنا لازم تبقي ضامنة ان هو الاكياس بتاعته مقفولة، وانه منفيهوش اي اتربة خالص. احنا مش بنغسل الرز ليه؟ لان النشا، كمية النشا اللي في الرز لما بنغسله بتخرج منه، فبتضطري تحطيله نشا علشان يتقل معاكي. فاحنا هنحط 3 كوبايات من المية، ونوطي على الرز بتاعنا خالص لحد ما يستوي ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم الرزية تستوي معاكي خالص في المية، علشان لما نيجي نضيف عليها اللبن تطلع معانا كريمي، وتطلع معانا زي بتاع المحلات بالظبط. هنضيف على كوباية الرز بتاعتنا حوالي 2 كيلو من اللبن. ولو الرز بتاعك احتاج اكتر من كده هتبتدي تضيفيله لحد ما يوصل للقوام اللي حضراتكم عايزينه. انا ضفت كمية من اللبن، وهبتدي اضيف باقي الكمية تاني، وهنفضل بقى مشغلين النار على الرز. يعني هنخلي النار هادية خالص بحيث ان الرز بتاعنا يطلع كل كمية النشا اللي فيه وما يلزقش كمان معانا، ويطلع جميل جدا. هنفضل نقلب كده لحد ما الرز بتاعنا يستوي ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هتعرفي ازاي ان هو خلاص جهز؟ لما تلاقيه مطلع بابلز كده، ويعني البابلز بتاعته تقيلة، يعني مش باينة خالص من تحت الرز، هتعرفي ان الرز بتاعك استوى. هنجيب بقى الاضافات الاخيرة بتاعتنا اللي هي السكر والفانيليا. ضفت 2 باكو من الفانيليا، وكمية السكر دي حسب ما حضراتكم عايزين. انا ضفت حوالي نص كوباية من السكر. وكده الرز بتاعنا جاهز ومش محتاج اي حاجة. بس اهم حاجة ان احنا نحط لبن بخيره، يعني مش اللبن اللي هو بتاع العلب، لا، نحط اللبن اللي احنا بنشتريه من عند بتاع الألبان. هيديكي نتيجة حلوة جدا جدا، وهيبقى الرز بتاعك طعمه قشطة وكريمي جدا، ومش هتحتاجي تضيفي له ولا قشطة ولا لبن بودر ولا كريم شانتيه. هيطلع معاكي بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل الطرق للرز بلبن، بيطلع معاكي جميل جدا جدا وزي بتاع بره بالظبط. وان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم. هنبتدي بقى نغرف كده الكميات بتاعتنا في الطواجن، وهنضيف كده بحيث ان هنخلي حاجات بسيطة علشان نعرف نزود المادة اللي هتخلي عندنا الوش زي بتاع بره بالظبط. هجيب معلقتين من القشطة وعليهم 3 معالق من اللبن، وهقلبهم هيبقوا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هناخد القشطة باللبن وهنضيفها على وش الطواجن بتاعتنا. الإضافة دي بتدي، يعني بتخلي وش الطاجن بتاعنا شكله حلو جدا. وممكن لو انتي مش محتاجة، مش عايزة تضيفيها، ما تضيفهاش، الوش بتاعك هيحمر برضو وهيبقى جميل جدا. بس الإضافة ديت جميلة، بتديله طعم جميل وبتخلي الوش بتاعه يحمر بسرعة. هنضيف كده القشطة واللبن، وبعدين هنظبط كده الوش بتاعنا بحيث ان كله هيبقى شكل واحد. وهنبتدي بقى ندخله الفرن على اقرب رف للشواية، يعني تحت الشواية مباشرة. وهنشغل عليه النار بتاعة الشواية بس 5 دقايق بالظبط، وهيخرج معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا الجمال. من احلى واجمل واسهل الطرق لعمل الرز بلبن في الفرن، حاجة كده سهلة وجميلة جدا، وبيطلع طعمه حلو جدا جدا. بس زي ما قلت لحضراتكم لازم اللبن بتاعكم يبقى بخيره، يعني لازم لبن يبقى فيه قشطة، يبقى مش اللبن اللي هو بتاع العلب، لان اللبن بتاع العلب مش هيديكي النتيجة دي.
اللبن اللي بنجيبه من عند اللبان هو اللي هيخلي الرز معاكي بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل الرز بلبن. بصوا ما شاء الله، كريمي وحلو جدا جدا، وشكله جميل وطعمه اجمل، ولما تجربوه ان شاء الله هيعجبكم. من احلى واجمل الوصفات بتاعة الرز بلبن. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.